السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يا أحلى مشاهدين في الدنيا وفي العالم ده كلها. نيجي هنا ونقول إن احنا هنعمل وصفة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. في ناس مستصعباها، بس احنا النهاردة مش هنستصعبها بأمر الله، بمكونات بسيطة، وهقولك على البدايل ايه لو صعبة بالنسبة لك. بس بجد حالة جميل قوي قوي قوي، حلو، تقدري تاكليه في اي وقت يعني السعرات الحراريه بتاعته بس لان الكوب اصلا صغير. عايزه تكبريه كبريه، ده كان اوردر طالع، بس انا حبيت اشارككم الوصفه معايا، وهقول لكم على مقاديره بمنتهى البساطه. تابعوني ويا رب الفيديو يعجبكم، وان شاء الله لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير وتعليق حلو منكم وتشجيع منكم حلو علشان اقدر اكمل بقيه سلسله الفيديوهات الحلويات. ولو عايزين مخبوزات قولولي. معانا هنا كوباية من اللبن وعليها رشة فانيليا وبيضتين ومعلقة من الخل وكوباية من السكر وكوباية من الزيت ورشة ملح صغيرة. وهنبتدي نقلب الخليط ده كده على بسيط، او هنطلع بيه على الخلاط. انا هنا هطلع بيه على الخلاط علشان نضرب. جيت بيه على طول، ما شاء الله الخليط فاتح وشكله رائع. معانا هنا كوباية وربع من الدقيق، ومعاهم معلقتين كبار كاكاو خام. كاكاو خام يا جماعة، لو كاكاو بالسكر هيبقوا 3 معالق. حلو الكلام. هنبتدي ننخلهم زي ما انتوا شايفين، انا نخلت مرة اهو وهنخل مرة كمان زي ما اتفقين. كوباية ونص دقيق، عليهم معلقتين كاكاو ومعلقة واحدة بيكنج باودر، معلقة هرمية كبيرة بيكنج باودر. لو مش هرمية اعملي زي معلقة ممسوحة وعليها نص معلقة. تمام كده، المقادير زي ما انا بقول اهو بالظبط، هتطلع معاكي ممتازة. هنبتدي كده ننخل. انا نخلت اول مرة ودي تاني مرة، كل ما تنخلي كل ما الطريقة معاكي تطلع ممتازة ممتازة ممتازة. خلاص كده اول طبقة هنعملها اللي هي طبقة الكيك. هنبتدي نقلب في اتجاه واحد. طبعا احنا دلوقتي معلومات بسيطة أو ممكن تهبط منك الكيك، بسيطة جدا. زي احنا دلوقتي بنضرب الكيك في اتجاه واحد بس، بلاش في الاتجاه التاني عشان الفقاقيع بتاعته ما تطلعش. ثانيا احنا بنحط زي ما انت شفتي ضربه كتير في الخلاط، ده بيخليه كويس. ممكن بالمضرب الودي وعادي مفيش اي مشكلة، بس هتضربي فيه شوية كمان. دهنت الصينية بتاعتي او الصاج بتاعي عشان انا عايزاه يكون مش عالي، عايزاه يكون رقيق ووضعه كويس قوي. ما عندكيش ورق او اي حاجه تدهنيها في الارضيه، ادهني زيت عادي جدا هيطلع معاكي زي الفل. ابتديت كده فردته كله، وابتديت اجي بالسن بتاع المعلقه، وابتديت اروح جايه هخبطه خبطتين. شايفه الفقاقيع طلعت على الفقاعات كلها طلعت. ودخلته على درجه حراره 180، ما اخدش 10 دقايق. وطبعا اختبرته زي ما انتوا شايفين بالخله. المهم القطعه اللي عندي، اي نوع قطعه عندك زي ما انت شفتي انا عملت ايه. حطيتها في الدقيق وقطعت زي ما انا عايزه. طبعا مفيش اسهل من كده. وبكده بنكون بامر الله اول طبقه خلصت اللي هي طبقه الكيك. وجبت الكوبايات، عندك علب ايه، بصي هتقطع على حسب الحاجه اللي انت هتحط فيها. ما شاء الله رصيته كله. جبت هنا كوباية من المية، عليها معلقة كبيرة من النوتيلا، او ممكن سكر مفيش مشكلة، او ممكن لبن وسكر، او ممكن مية وسكر. هبتدي كده اسقي الكيك بتاعي، كل واحد معلقتين، لان طبعا الكب مش كبير، الكب صغير، بس طبعا اخد كمية دسامة جميلة جدا. معايا هنا كوباية من الكريمة اللباني ومعلقتين ونص من السكر. حلو الكلام، والسكر حسب ما انت عايزة. وهنا انا جبت ربع كوباية مية متلجة وربع كوباية لبن، وابتديت اضربهم. بصوا ما شاء الله مسكت جامد، بس جميلة جميلة جميلة. بصراحة الكريمة اللباني البودر لذيذة جدا. هنا طبعا جامدة. انا هبتدي ازودها شوية مية لان انا مش عايزاها جامدة قوي كده. هبتدي اضرب كمان، زودت شوية مية، وهبتدي اضرب كمان شوية، وحطيت معلقتين كاكاو برضو عشان يبقى شوكولات. كده مفيش احسن من كده. وعادي اللبن ممكن تستبدليه بمية. تمام، اللبن ممكن نستبدله المية. جيب الكريمة اللباني، انا اسفة، ممكن نستبدلها بكريم شانتيه عادي، بس انا حسيت ان الكريمة اللباني ادتني اكتر من الكريم شانتيه. وعادي ممكن تعملي خليط بين الاتنين نص ونص. هنا اجيب المعلقة، احط المعلقة الف كده. خلاص كده كله اتساوى. ممكن بكيس تلاجة، بكيس حلواني، سهلة بأي طريقة سهلة بالنسبة لك. هنا انا هكتر كمية الصوص شوية، وممكن تعملي ربعه او نصه. طبعا كل المقادير ممكن تعملي ربعها او نصها. جبت كوبايتين من السكر وكوبايتين من اللبن،
و4 معالق من الكاكاو الخام الاسباني، ونص كوباية زيت او 3/4. طبعا انا هنا عارفة المقدار، فطبعا ما عنديش مشكلة. انت لو عايزة تحطي سرسوب سرسوب مفيش مشكلة. هنا انا نزلت بالكمية دي كلها وضربت في الخلاط لحد ما بقى بالقوام ده. شايفين القوام بقى جميل جدا. احلى صوص شوكولاتة ممكن تعمليه، واسرع صوص شوكولاتة، بالعكس طعمه لذيذ جدا. هنا هبتدي احط واوزع. تكون طبعا انا الوقت حطيت الكمية في التلاجة، الكريمة تبرد شوية عشان لما احط عليها الصوص الاتنين ما يدخلوش على بعض. هبتدي كده احط الصوص واوزعه، واحط الكمية دي في التلاجة واطلع كمية تانية، ومش هشتغل فيها خالص الا لما الصوص يبتدي وشه ينشف شوية. هو مش هينشف خالص، يعني يبتدي يمسك نفسه شوية عشان لما احط عليه اي جناش يبقى حلو. وبكده نكون خلصنا تالت طبقة. تهيألي مفيش اسهل من كده، وحاجة بسيطة وسهلة جدا. كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده ممكن تعملي ربع الكمية. معايا هنا زبدة اللوتس، انا كنت عاملاها في البيت وهصورها لكم بامر الله، ومعايا شوية نوتيلا خففتهم بالزيت واشتغلت بيهم. ابتديت اخد نص ونص. في بيتك حطي اللي انت عايزاه، بسكوت مطحون، عندك شوية مكسرات، عايزة تاكلها كده من غير جناش خالص، متاح كل حاجة بامر الله متاح. احلى ديسباسيتو، اسهل ديسباسيتو ممكن تاكليه، كيك غرقان في الشوكولاتة بطعم خطير. ونبتدي نحط النوتيلا. ولغاية هنا ما تنسنيش في تعليق حلو منكم وتشجيع حلو، لان بصراحة اليومين دول محبطة جدا. وكل سنة وانتم طيبين. نصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. وهبتدي اخلص كل الكمية واحطها في التلاجة. وطبعا انا كان في بواقي الصاج بتاعة الكيك، طبعا انا مرمتهاش، مفيش حاجة طبعا بنرميها ابدا. خدنا البواقي وحطيتها، حطيت عليها شوية صوص من اللي احنا عاملينه بتاع الشوكولاتة، وغرقتهم في الشوكولاتة، وسيحت شوية شوكولاتة صغيرين كده وغرقتهم في الشوكولاتة وحطيتهم في التلاجة، وعملت بيهم كور ان انا ازين بيها الديسباسيتو. ممكن تستغل افكارك في حاجات كتير كتير كتير، من غير ما تشتري، من غير ما تعذبي نفسك، وتوفير في كل حاجة. هنا كان معمول الاوردر لنجاح. الف الف مبروك لاصحابه. وما شاء الله الاوردر خلص في ثواني، ويا رب اكون عجبتكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. وهنا ابتدينا نرش رشة من الفستق الكداب بتاعنا علشان نغير اللون ويبقى الكب شكله حلو. تمام. واقول لكم صلوا على الحبيب واذكروا الله كتير، واشوفكم فيديو جديد، وباي باي، وشكرا للمشاهدة.